السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة Arabic Food. النهاردة هعمل معاكم وصفة سهلة، كوسة بالبشاميل مليئة بالنكهات مع طبقة الكوسة المقلية والبشاميل الكريم والعصار الغني بالتوابل. طلع لي بالنتيجة دي بالشكل ده، ولا أروع ولا أجمل. طبعا احنا عملنا قبل كده البشاميل كتير. الطريقة السهلة اللي انا اعتمدتها خلاص مؤخرا، ان هي اللي هتتعمل ازاي. و3 كوب حليب. انا النهارده عامله 2 كوب حليب بس، 2 كوب حليب. وممكن تعملي ميكس بين الحليب وبين البيون او الشوربه. كوبايتين بس، تعملي كوبايتين حليب وعليهم 4 معالق دقيق، 3 معالق سمن بلدي. كله على بعضه على البارد، بعد كده حطيه على النار يتماسك شويه. هعرفكم ازاي تتماسك الوقت المحدد ان انا نقفلها ازاي، ونعرف انها كده تمام معايا وتبقى بشاميل كويس ازاي. دلوقتي هتشوفوا. ده نستمر بالتقليب كده بالطريقه دي بالشكل ده. طبعا انا مش عايزه بشاميل كتير عشان هي صينيه صغيره بالكوسه. طبعا هتعملي تجربه عشان ولادك، ما تعمليش كتير. جربي، لان انا عارفه الكوسه كل الاطفال ما بيحبوهاش، الكوسه كله ما بيحبهاش، بس رغم انها فيها فوائد كتير. فانا عايزه ادخل عنصر الكوسه وعايزه افرحهم. طبعا كل الناس كل الاطفال بيحبوا البشاميل. احنا نعمل ايه؟ نعملها كده بالبشاميل، تطلع لي جميله كده و... وهيفرحوا بيها ان شاء الله. بس انتي جربيها في حاجه صغيره. انا عملت كده حوالي 3 كبار او 4 من الوسط، وهتعمليهم شرايح وبعد كده هتحمريهم. ده مبدئيا بالنسبه للكوسه. بعد ما حمرناهم انا نسيبهم نضعهم جانبا ونعمل البشاميل. زي ما قلنا البشاميل، طريقه البشاميل ازاي. كده انا عرفت ان هو استوى ازاي، ان انا مع التقليب المستمر اعمل له كده. ايوه تيست كده تمام، ما بينزلش المغرفه او المعلقه. كده حلو، كده لونه جميل كده وخلاص مسك وبقى كويس. عندي كده انا زي ما قلنا حمرنا الكوسه بالتحمير اللي انت عارفاه ده بسيط. و... وعملنا البشاميل كده، اضعهم جانبا كده، ويكون عندي صينيه مدهونه بالسمن البلدي برضو عشان تديها نكهه حلوه كده. وعندي العصاجه اهو. هعمل طبقه كوسه. البشاميل مش هحط طبقه كبيره في النص، هبقى طبقه صغننه. اهم شيء عندي انه يغطي الايه، فوق الخلطة كلها. لما احط كل المكونات عندي، اهم شيء انه يغطيها. عندي كده انا حطيت طبقة كوسة. بعد كده حطينا بسيط بشاميل، ممكن ما تستغني عنه خالص، اهم شيء من فوق الوش. بعد كده احط طبقة اللحم المعصق. طبعا عارفينها اللحم المعصق، الطريقة بتاعتها. لحمة مع التوابل، مع لحمة مفرومة أو لحمة ميكس بين الفراخ واللحم اللحم البقري. بعد كده تحط لها توابل مع البصل مع الثوم مع البهارات، الكمون فلفل أسود، أي توابل عندك، ممكن بابريكا، ممكن قرفة، جنزبيل. بعد كده زي ما قلنا خلاص حطينا الطبقة التانية. الطبقة الأخيرة بقى اللي هي احط البشاميل فوق الوجه كده، اغطيها بالبشاميل. اهم مش هعمل بشاميل كتير، كوبايتين بس حليب، كوبايتين 2، او ميكس بين الحليب وبين الشوربة او البيور. بعد كده كده جاهزة عندي. هحط لها بقى فوق الوجه كده، هحط لها يا اما سمنة يا اما قشطة.
المتاح عندك حطيه. انا هحط لها قشطه كده، اللي هي وجه الحليب. انا بجمع وجه الحليب عندي، بعمله للحاجات اللي زي دي، او بعمله سمن بلدي، او بعمله زبده زي ما عملنا قبل كده الزبده. بعد كده دخلناها الفرن، مش هتاخد مني وقت كتير، حوالي 20 دقيقة طبعا. هديها بعد كده كفر. طبعا مش هقطعها فور وخروجها من الفرن، هستنى عليها شوية. بعد كده اقطعها لما تهدى شوية، هتبقى لما تكون متماسكة، هتطلع لي دي بالشكل ده، ولا اروع ولا اجمل. وبالهنا والعافية، اشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We're